أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومتابعي قناتكم قناة الصحفي أحمد محمد أمين. اليوم نحن في عيون بغداد، ملتقى عيون بغداد، وهناك تجمع ثقافي لجمعية المشكات الثقافية للتراث والحضارة، وهناك إقامة بازار ستحدثنا عنها دكتورة إيمان الخفاجي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. ست إيمان، نشاطاتكم متواصلة داخل وخارج العراق. اليوم احنا في عيون بغداد. نعم. حدثينا عن هذا البازار. احنا اليوم في عيون بغداد، مجمع عيون بغداد. تشوف يعني المنظر التراثي، الأجواء. فاحنا شفنا بهذا يتلائم مع جمعيتنا. الأخوات اللي كل وحدة لديها صنعة أو حرفة يدوية يعرضون هذه النتاجات في هذا المكان، والناس اللي تكون متجولة أو في زيارة لهذا المجمع تشاهد ما لدى النساء العراقيات من أعمال جميلة. دكتورة، هذا النشاط راح يتكرر، يعني يستمر في عيون بغداد ولا نعم. في أماكن أخرى؟ لا، إن شاء الله يستمر في مجمع عيون بغداد كل أسبوع، خميس وجمعة إن شاء الله. كل خميس وجمعة راح يكون هنا ملتقى لجمعية المشكات الثقافية وإقامة البازار وأيضا اللوحات التشكيلية. نعم، عندنا معرض للفن التشكيلي أيضا راح يكون فنانين جميعا لهم حق بأن يشاركون لنسلط الضوء على الفن التشكيلي المعاصر وإلى أين وصل بمعية الفنانين العراقيين. دكتورة إيمان، احنا التقينا سابقا لنشاطاتنا، نريد نعرف نشاطاتك القادمة إن شاء الله. إن شاء الله خير. نشاطاتنا القادمة عندنا في أربيل راح يكون معرض وملتقى إن شاء الله. أيضا أعضاء الجمعية يشاركون فيه؟ نعم، هو إحنا ما عندنا غير الأعضاء من الأكاديميين والأساتذة. رعاية لكم ولا رعايتكم يعني تمويل ذاتي؟ إحنا يعني مثلا رئيس الجامعة هو اللي يرعى. نعم، تكون في ضيافة الجامعة، لكن إحنا يعني هذا كله جهود ذاتية بدون ما عندنا رعاية أو سبونسر. نعم. كلمة أخيرة. والله أشكركم وأشكر قناتكم دكتور، لأن أنت دائما لا أنا عضو وياكم، يعني مش يعني هذا واجب. دائما يعني سند للجمعية. الحمد لله، ونشكر جميع المتابعين. تستحقون. نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. أشكرك أحبتي، هذه كانت التغطية لجمعية التراث الثقافية للتراث والحضارة، والتقينا بدكتورة إيمان الخفاجي رئيسة الجمعية. نلتقيكم في تغطيات أخرى، تابعونا.